السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم. الله يسعدكم. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق بما يشتاق. اللهم امين يا رب العالمين. اسفة جدا على غيابي، بس والله العظيم انا غيابي ده كان غصب عني يا جماعة، لان أنا حالتي النفسية كانت يعني مش عايزه اقول لكم تحت الصفر، لان انا اصلا متعوده ان انا بديكوا طاقه ايجابيه. فيعني ما رضيتش ان انا اديكوا طاقه سلبيه، ما كنتش قادره اسجل، ما كنتش قادره اعمل حاجه. واجت كملت بقى ان انا كان عندي روتينات كتيره كنت عاملاها واجت اتحذفت من على الموبايل ابن صغير وهو بيلعب، حذفهم للاسف. فيعني مع ده اللي فضل والله العظيم، يعني في الروتين ده روتين يوم السوق انا قايمه فيه من ساعه صلاه الفجر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني كنت عاملة فيه كمية شغل، ده بس اللي فضل منه، فالحمد لله رب العالمين. طبعا روتين يوم السوق ده انا بقوم له من الفجر يا جماعة ورحت السوق. هو سوق قريب مننا، يعني هو سوق الخميس عامة. جبت منه الشطة ديت، كان الكيلو ب15 جنيه، وكان معاه حبة في جنب كده ناعمين شوية، كان الكيلو ب10، بس انا جبت 2 كيلو ب30 جنيه. الطماطم رخيصة جدا في السوق، الكيلو وربع ب5 يا جماعة. والبوظة كان عليها عرض ال11 كيس بكام؟ ب10 جنيه. سبحانك يا رب، والله العظيم الراجل بيقول انا عايز امشي بدري. طبعا جبت فطار لولادي اللي هو طعمية ومخلل وعيش. البرنجان ب5 جنيه، الجزر ب5 جنيه. البطيخ النمساوي ده البطيخة ب10 جنيه ودي ب15 جنيه. فاتحة الاتنين يا رفية. ده الولا اللي هو بياع البطيخ، يعني عيل صغير كده، وهو بيديني البطيخة قامت وقعت الحتة اللي هو كسرها. ابدلها لك يا ابله؟ لا طبعا، يعني هي مقطوع منها النصيب خلاص. قلت له لا يا حبيبي، جيبها بس حطها لي في كيس. وان مساوي، لان بص يا جماعه انا بجيب البطيخ على المكسر لان انا ماليش حظ فيه. بجيبه على المكسر يعني عامه. وكده كده بتحط في التلاجة لان اولادي بيحبوه، بما انهم اصلا بطيختين صغيرين فملهمش لازم. السمك الطبار عامل 130، والشبار عامل 80 جنيه او عامل 90 جنيه. عملت بقى هو اتنضفته وكده والليمون رخيص جدا، فيه ب10 وفيه ب15 وفيه ب5 كمان. طبعا رحت السوق الصبح، اللهم لك الحمد، وخلصت بقى وايه، وجيت بقى طبعا علفت طيوري وعملت كل ده. والكرنب يا جماعه، الكرنبتين دول عاملين 60 جنيه. طبعا بعد ما خلصت زي ما حضراتكم شايفين كده، خلصت الدنيا ونضفتها وقمت ايه. انا بقول لكم بقى انا عايزه احلل البوتاجاز ده يا جماعه، عايزه احلل الحاجات اللي هي العيون بتاعه البوتاجاز مش راضيه تطلع اصلا. انا كده كده هغيره، بس سايباه يسلك شويه لعنده ان شاء الله كده، يعني ليه وقت يعني وقته لسه ما جاش. جبت بقى الملوخيه كده قطفتها زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه. وقمت اللهم صل على محمد، جيت بقى حطيتها في القروانه. عندي قروانه كده ألمونيا جايباها ب300 جنيه. احسن 100 مره من البلاستيكيات عندي، لانها بتعيش معايا وبتستحمل. بنضف فيها طيور، بعمل فيها كل حاجه، فبتعيش معايا وبتستحمل. فقمت جيت طبعا غسلت الملوخيه. بتغسلي الملوخيه يا رفيق؟ ايوه يا جماعه بغسلها، لان طبعا هي احنا جايبينها اصلا. كانت الست اللي بتبيعها كانت حطاها على مفرش بس كده، والسوق طبعا كان كله تراب. فانا مش هعمل ده، هي ورقها اخضر وجميل بس مظلوم في التصوير بصراحه يعني. جبتها قطفتها زي ما حضراتكم شايفين، لان انا بص انا لما بعمل حاجه اكل لازم اعملها نظيفه. ما اعملهاش نظيفه ما اعملهاش، لان ما اشيلش وزرهم. شايفين؟ يعني شايفين المية اللي طالعة من ورق من الملوخية يا جماعة؟ يعني ده كلها هتروح فين؟ يعني كانت طبعا هتبقى كلها تراب ويعني كانت كلها هتنزل في التسبيكة عامة، يعني امال هتروح فين؟ انت لما تنشفيها هي هل التراب ده هيروح؟ لا طبعا ماهوش راي. انا طبعا غسلتها وبقول لكم كده، انا بعد ما شلتها من المية دي شطفتها كمان، فتحت الحنفية عليها وشطفتها. وقمت جايه بقى عاملاها كويس، نشها كويس جامد. وجبت الصواني زي ما حضراتكم شايفين كده كده بقى التصوير مش ما شاء الله خضرة اهيت. وحطيتها على صواني. بصي بقى، عايزه تكسبيها تحطي تحت منها فوطه، يعني بدل انت غسلها، بس للاسف انا ما عملتش كده. ما حصلش لها حاجه اللهم لك الحمد. بس بقى ايه، غابت شويه يا جماعه في حكايه ان هي تنشف من الميه. انت لو كنت حطيتي تحت منها فوطه او قماشه، اي قماشه عامه، اي جلابيه قديمه عندك بس تكون نظيفه.
يعني حاجة نظيفة، لا انت بتلبسيها وبتستخدمها للعيش، بتستخدمها للحاجات دي. فعملتها كده، وكل شوية بقيت اقلبها زي ما حضراتكم شايفين كده. والشمس ما شاء الله في البلكونة ما شاء الله، عندي البلكونات ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني حاجة حلوة خالص. انت بقى تقومي الصبح كده اول ما تخلصي تبدأي ان انت تنضفي حالك، وتبدأي من بره. عندك بير سلم عايز يتنضف نضفيه، بلكوناتك قاعدة في شقة البلكونات تنضفيه، مدخل شقتك تنضفيه كده يعني. وبعدين تدخلي على مطبخك على ما اولادك يصحوا كده، تبدأي بقى ان انت تروقي، تبدأي يعني الشغل كتير يا جماعة مش بخلص. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عملت صينية السمك، لان طبعا انا عيالي مقسومين حزبين، حزب بحب الطبار مشوي، وحزب باكل الشبار بالبطاطس، يعني بعملهم كده صينية سمك بالبطاطس. فقمت زي ما حضراتكم شايفين كده عملته، قليت السمك ونضفت السمك كويس وقليته، وعملت شوية بطاطس في تسبيكة، وبعدين حطيتهم في الحوقي ودخلتهم الفرن. يا دوبك باخدوا لون، عامة هما بيدخلوا الفرن اصلا كلهم متسويين، بس خدته بلون كده يا جماعة، تم ياخد لون بس مش اكتر من كده. وده طبعا الغدا السمك الصغير ده سمكة خضراء. بس انصح اللي عندها عيال ما تجيبش السمك ده، لان ما بتعرفش يعني العيال مش هيعرفوا ياكلوه. ده بس كده لما احب ان انا اكل سمك. طبعا بنجيب انا السمك ده عندي بيكفي يومين، يعني السمك ده عندي والاكل ده كده بيكفي يومين يا جماعة. الحمد لله، ربنا يديم نعمة علينا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعكم الله.